السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايين بفيديو جديد ويوم جديد بقى كله نشاط وتفاؤل كده باذن الله. وعايزه اقول لكم بقى النهارده خلاص هنفرش بقى اوضه الليفنج مع بعضينا، وهعمل لكم بقى فيها جوله كامله. فعايزاكم يلا بقى نبدا الفيديو مع بعضينا، وكل اللي معانا يحط لايك واشتراك عشان تشجعوني القناه تكبر بيكم. ونقول بقى بسم الله ونبدأ. عايزة اقول لكم ان يعني النهارده اي حد كده مكسل مش قادر يقوم يروق كده، ان شاء الله تاخد جرعة حماس وتقومي باذن الله تخلصي كل اللي وراكي. بص انا كده انا عندي اول حاجه الركنه انا حاططها بالشكل دوت، وحاطه جنبيها الديب فريزر. عايزه اقول لكم ان الركنه هنا في على الاوضه صغيره، يعني هي مقاسها صغير. فانا كنت عامله الركنه ديت عامله معاها 4 بوفات، فالاربع بوفات دول بصراحه يعني مكملين الدنيا معايا شويه. بس انا ان شاء الله ناوي برضو في المستقبل ان انا اكبرها شويه. تمام. انا اول حاجه عايزه اشكركم جدا 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 على تفاعلكم معايا على الفيديو بتاع الريسبشن. كميه ما شاء الله ناس بتشارك معايا ومحسسيني بجد فعلا ان انتوا عيلتي واخواتي والله العظيم. كل واحد بيقول رايه كده بينصحني لوجه الله. فبجد الف شكر لكم والله، وكل كومنتاتكم انا قريتها. وعايزه اقول لكم ان كل واحد فيكم يعني بيقول حاجه غير عكس التاني. في ناس بتقول لي بيع النيش وبيع الترابيزه وقعدي سفره كبيره ب6 كراسي وحطيها قدام الباب، واليمه التانية اللي هي قدام البلكونه على طول حطي مثلا كنبه بكرسيين. فانا بالنسبه لي الاقتراح ده مش هيناسبني، ليه؟ لان يعني مش هينفع اعمل مثلا الصاله عندي حته كبيره وحته صغيره. مش هينفع اعمل الحته الكبيره قوي دي فيها احط فيها سفره بالكراسي بس. واحط يعني كنبه بكرسيين، يبقى هم دول مثلا الاستقبال لو في ضيوف او حاجه. يعني انا بالنسبه لي عايزه العكس، عايزه ترابيزه سفره صغيره. والاهم عندي لما يجي لي ضيوف يقعدوا مرتاحين. مش هبقى مثلا لما يجي لي ضيوف يبقوا قاعدين مرتاحين على الغدا مثلا او على الاكل، ويجوا في الطبيعي بقى بعد ما نتغدى وكده يبقوا قاعدين مثلا متكربسين او عايزين كراسي تانية او كده، فاهمين قصدي؟ فانا شايفه ان انا بره المنطقه الكبيره اللي هي قدام الباب الشقه ديت، ان انا اعمل فيها انتريه او ركنه. وان الحته اللي جوه ديت يعني حته صغيره على قد ان انا احط فيها ترابيزه ب4 كراسي، مثلا لو هناكل عليها هيجي لي ضيوف هيجي لي حاجه يبقى اسمهم ايه، يعني في ترابيزه بيقعدوا عليها. فاهمين قصدي؟ فيا رب تكون بس المعلومه ايه وصلت لكم. في ناس بقى تانية قالت لي حاولي تعدلي الانتريه. في ناس بتعدله يعني وبتنجده بيطلع حلو. انا بقول لكم انا ممكن اعدله في كل حاجه، بس انا خايفه ان هو بعد ما يتعدل ما يبقاش بالشكل اللي انا عايزاه. فبرضه لسه ممكن بقى ادور على نجار كويس او كده يعني، او بتاع منجد يعني يظبطه لي. وفي ناس تانية قالت لي حاولي تشيلي حد من نجار مثلا او والدي ينشر لي الدراعات بتوع الكراسي، واعمل مثلا فيهم يعني اعملهم زي الكنبه او اكمل بيهم الركن او كده. فبرضه ده برضه اقتراح كويس بالنسبه لي، يعني كان بالنسبه لي جديد ان انا ممكن اشيل ايدين او كده واعمل حاجه تانية خالص. فاسمه دوت. وفي بقى ناس بقى ربنا يبارك لهم اللي هم مش عايزين يكلفوني. في ناس قالت لي لا انتي في ناس قالت لي نجدي الانتريه دوت وغيري لونه. وناس قالت لي لا ما تنجدهوش، انتي حطي زي عليه زي قماش كده. افرديه مثلا ارميه عليه كده وظبطيه حطيه تحت الشيرت والحاجه، بحيث ان انا لو هبيعه ما اخسرش فيه حق ما اكسرش حق التنجيد او حق القماش بتاعه، يعني يتباع على وضعه. تمام. فانا كل اقتراحاتكم والله شفتها، وباذن الله ايه نحاول يعني ننفذ بقى اكتر حاجه يعني ايه هتنفعنا وكده. بس في ناس بقى كتير بقى انا كنت بقول لكم ادهن ايه بقى الجزامه ووحده التلفزيون والانتريه نفسه. فما شاء الله كلكم مثلا بنسبه 90% جمعتوا ان انا ادهن الثلاثه بيض ابيض يعني. فهو اللي انا في ايديا دلوقتي ان انا ممكن اعمله ونغير من شكل الانتريه، ان انا ممكن فعلا ايه ادهنه ابيض. فبالنسبه لي ان شاء الله الموضوع هيبقى كويس يعني وكده. وفي نفس الوقت لو هو ما يعني مش هكمل معاه او كده عادي هبيعه باللون الابيض، فاهمين قصدي؟ فممكن برضو في الشويه كده وندهنه ابيض ونشوف الدنيا تبقى عامله ازاي ايه معاه وكده. فربنا يسهل الامور ان شاء الله. فبصوا بقى قولوا لي بقى انا كنت عماله اقول لكم اطلع الركنه بره ولا لا، فاديكوا شفتوا الركنه بقى دي هتنفع بره ولا مش هتنفع بره. هي نفس المقاس اللي انتوا شايفينه ده، يعني انا بكمل هنا ببوفين عشان مقاسها صغير. في الصاله بقى بكمل ب3 بوفات. فهي ما شاء الله محتاجة في الصالة قطعة 130 سنتي. تمام كده. فعايزة بقى اقول لكم بقى انا دخلت بقى ايه الركن ديت اتبهدلت مني جدا. وهما بقى بيشيلوا العفش والصناعيه بتشيله كده. إيه بيحطوها مثلا على السلم بيجرجروها، يعني عايزه اقول لكم لمعوا بيها الارض حرفيا. فانا لما جيت هنا حطيناها زي ما هي، وانا كنت عايزه ان انا اغسلها
قبل أمّا آجي. بعد كده قُلت الحمد لله أنا ما غسلتهاش قبل أمّا آجي. فقُلت بقى إيه لمّا تتحط وتتضبّط هنا واخلّص بقى الشقة كلّها امسحها واضبّطها، أغسلها بقى وإيه واضبّطها. تمام. قولوا لي بقى عشان في برضه الموضوع ده بيضايقني، شايفين الشِلَت اللي هي تحت الشِلَت دي أنا كده مقلّعاها الكسوة بتاعتها وغسلتها خلاص. الشِلَت نفسها ديّة لمّا مثلًا بناتي مثلًا بيوقّعوا مثلًا عصير، بيبسي أو أي حاجة، بيتعمل علامات صفرا كده على الشَلْتة نفسها بتاعة الأنتريه، اللي هو السفنج يعني. فالشِلَت ديّة في زي سفنج وعليها زي طبقة فايبر كده، وعليها كسوة متخيطة خياطة كاملة. فأنا جرّبت إن أنا أغسل الشِلَت ديّة اسمه دوّة في الحمام في البانيو يعني، واغسلها إيه كويس. بس أنا لمّا غسلتها وخلّصتها وجيت أصفّيها، المَيّة بتنزل لتحت كده، فتحسّي إن الحتّة اللي تحت صفرا. فمش عارفة بقى إيه أعمل إيه. فبرضه يعني مهما غسلتها باحس إن هي برضه إيه مش نضيفة أوي. فبرضه لو تعرفوا مثلًا والّا أفُك القماش بتاعها خالص واغسله لوحده في الغسالة. فأنا مش عارفة برضه. برضه في حاجة برضه مضايقاني، ال البوفات. أنا عاملة البوفيه 4 بوفات. بوفين منهم لونهم بيج نفس لون الشالتة بتاع الرُكنة، و2 منهم مقلِّم نفس لون المخدات. فالاتنين البيج التانيين دول ثابتين ما بيتحركوش. فأنا يعني إيه، لمّا بيتطلبوا منّي كانوا هُم اتركنوا فترة كبيرة ما كنتش باستخدمهم، كنت راكناهم عشان كانت المساحة عندي ضيّقة. كانوا اتطربوا شوية واسمه دوّة ومع البصمات ومع الأطفال وكده، فكانت الدنيا متبهدلة. فلمّا جيت أنا أغسلهم رشيت عليهم زي مَيّة بكوريكس بدوني، وجيت أغسلهم بقى. عايزة أقول لكم هُم نطفوا، بس تحسيها بقى إيه، يعني البُقعة لو كانت على جنب هي بقت في الشالتة كلّها. فتحسي إن الدنيا كلّها إيه يعني بطّشت البُقعة بطّشت، يعني عارفين أو لبّخت أو بقّعت، يعني مش عارفة هتفهموني إزاي. بس يعني إيه، أنا برضه هاوريها لكم في الآخر عاملة إزاي. بس أنا قصدي إن أنا عارفين أنتم لمّا تغسلوا حاجة وتيجوا المفروض بقى تشطفوها شطف عشان تنزّلوا المَيّة مثلًا اللي مش نضيفة، أنا مش عارفة أسحب المَيّة اللي مش نضيفة من البوف. فتحسوا إن هي عايزة مَيّة تاخد المَيّة الصفرا والمَيّة اللي مش نضيفة دي وتنزل. فبرضه قولوا لي لو أنا فكّرت إن أنا أغسل البوفات ديّة مثلًا في الحمام، وأميّلها مثلًا على جنبها وأصبّنها وبخرطوم مثلًا أو باللي هو الشطافة المتحركة ديّة، يعني أغسل الشالتة بس اللي على الوش. فقولوا لي برضه هتبوظ والّا مش هتبوظ، والّا الخشب ممكن يحصل له إيه؟ فبرضه إيه أنا يعني إيه، أنا بصراحة قلقانة، فبرضه عرّفوني. فعايزة بقى أقول لكم بقى أنا كل حاجة باشيلها من مكانها باكنس وبامسح تحتيها وبارجع أحطها تاني. تمام. أنا كده خلاص كنست تحت الرُكنة، يعني كده خلاص خلّصت الشباك، نفّضته ولمّعته وخلّصت تحت الرُكنة مسحت تحتيها، كنست ومسحت تحتيها ورجّعتهم تاني إيه خلاص مكانهم. وكده خلاص بالبّس الشِلَت. بُصّوا بقى الفرق بين الشالتة اللي أنا بالبّسها ديّة لمّا بتتغسل بتبقى منوّرة إزاي، وبين البوف اللي هيبقى جنبها، يعني هتحسّوا بفرق رهيب. دي مغسولة في الغسالة واللي جنبيها دي مغسولة على إيديّا. فأنتم يا رب تكونوا فاهمين قصدي، إن أنا يعني إيه، الحاجة البيضا دي لمّا بتتغسل بتبقى عايزة إن هي تتشطف شطفة تاني كويسة، تنزّل المَيّة اللي مش نضيفة منها. تمام. فأنا مش عارفة أشفط منها المَيّة اللي مش نضيفة، فتحسّي إن هي بتبقّع أكتر، يعني كل ما بتبقى متوسخة وآجي أغسلهم بيتبقّعوا أكتر منّي. عارفين أنتم الجهاز اللي هو المكنسة اللي هي بتاعة المَيّة ديّة، اللي هي بتشفط المَيّة من الأنترهات، حاسّاها دي لو أنا عملت بيها هترجعه لي أبيض زي التاني. فقولوا لي إيه رأيكم برضه، أغسله في الحمام بالدُش وكده والّا ما أغسلوش والّا تبوظ منّي؟ بُصّوا برضه شايفين الكنبة ديّة في فوق خالص كده بُقعة سودا، أنا ما أعرفش دي جات لي منين. يعني أنا كنت قبل ما أنقل كانت كويسة، ما أعرفش نقلوا أو ما أعرفش بقى، ممكن تكون مثلًا دي شحم دي إيه بالضبط. بس أنا حاولت إن أنا أغسلها بمَيّة وصابون ما طلعتش. فلسه بقى إن شاء الله أمّا أنزل أجيب اللي هو الكوريكس ألوان دوّة واشوف هتطلع معايا والّا لأ. بس إن شاء الله يعني تطلع، عشان إيه، شكلها فوق كده مش أحسن حاجة. فبُصّوا بقى أنا كده خلاص كنت غسلت من بالليل الشِلَت ونشفت يعني، وخلاص لميتهم وإيه، قُلت ألبّسهم بالمَرّة عشان لمّا آجي يعني أفرش يبقى كلّهم إيه، جاهزين معايا. فخلاص كده هاحط بقى يعني كده خلاص لبّست الشلتتين وهاحط عليهم المخدات بتاعتهم. عايزة أقول لكم بقى إحساس إن الواحد خلّص آخر أوضة ده إحساس رائع. يعني إحساس إن خلاص كل حاجة بقت في مكانها، كل حاجة متوضّبة، كل حاجة بتلمع، كل حاجة ريحتها نضيفة، ده إحساس جميل جدًا ما أقولكوش. عارفين أنتم لحظة الاستقرار دي، يعني بصراحة ربنا ينعم بيها على كل واحد نِفْسه يستقر كده، إن هو يستقر وربنا يصلح حاله يعني. ويا رب كل الناس اللي مقدّمة على شقق إسكان تستلم على خير، وكل الناس تفرش شققها على خير بإذن الله، ويعني ويفرحوا بحاجتهم بإذن الله. عايزة بقى أشكر في 2 متابعين بالضبط، عايزة أشكرهم جدًا، 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 جدًا.
لان هم مره فاتت لما علقوا لي على فيديو الريسبشن دوت. بصراحه حسيت هم يعني بيوصفوا حالي او حاسين بيا فوق ما تتخيلوا. يعني هم بيقولوا لي ايه، قالوا لي اسمه دوت بالراحه الدنيا، امشي واحده واحده، افرشي حاجتك زي ما هي، ما تبقيش متسربعه او واخده الموضوع على اعصابك ان انت اغير لون، اجدد، اعمل، اسوي ايه، يعني اغير ايه او كده. قالت لي لا انت اسمه دوت لما يكون واحد تعبان من نقل ومجهد وبقاله مثلا فتره بيروق وبيرتب الحاجه وبيفرش بقى عزال وكده، فالواحد بيبقى اعصابه مشدوده وبيبقى قراراته مستعجله جدا، ومش عارفه بقى احط دي فين ولا فين، ولا لسه بقى برتب، يعني لسه بحط كل حاجه مكانها. فاللي هو ايه، احط ده هنا ولا احط ده هنا ولا اعمل ايه. فهم قالوا لي ايه، قالوا لي افرشي زي ما انت حاجتك هي عادي خالص، وواحده واحده بشويش خدي بقى قرارات سليمه. انا عايزه اعمل ايه. يعني انا في الصاله كنت يعني ايه، كنت انا مش عارفه لان الشكل بتاع الريسبشن مش داخل دماغي، يعني مش ده اللي انا كنت متخيلاه او ان انا بحلم بيه. بس هو النصيب ان هو يعني يبقى الوضع كده. فانا ان شاء الله ناويه بقى ايه ان انا اجدد، بس انا بقى اجدد ايه، يعني انا كنت حيرانه بين ركنه وبين انتريه. ف... فهم اكترية الناس قالوا لي مثلا ايه، جددي الانتريه دوت او بيعيه مثلا وقتي مكانه ركنه. انا كقررت نفسي كده كامل، حابه ايه، حابه ان انا اعمل ركنه في الريسبشن. يعني حاسه ان انا حتى لو جبت انتريه اشيك مثلا من دوت او اجدد حاجه او احدث موديل، ان برضو هو تقسيمه الصاله مش هتنفع. فاهمين قصدي. فانا حاسه ان انا لو جبت في الصاله بره في الريسبشن يعني ركنه تكون كبيره وتكون مرتاحه واخده الريسبشن كله، حاساها هتبقى بالنسبه لي يعني ايه، مريحه نفسيا لما يجي لي ضيوف، هيبقى في اماكن يقعدوا فيها، احس ان الصاله متقسمه صح، مش بقى كرسيين هنا مثلا او 3 كراسي هنا وكرسي الناحيه التانية. فاهمين قصدي. فبرضو ايه، يعني احنا مع بعضينا واحده واحده وهنشوف هنعمل ايه باذن الله. بس انا خلاص خدت قرار باذن الله ان انا هبيض الجزامه وهبيض الانتريه. تمام. في برضو متابعه قالت لي ما تبيضيش وحده التلفزيون، استني عليها يعني عشان هي رمادي وكده، وكل البيوت بقت بيضه وكل حاجه ابيض ابيض ابيض، فهي متلونه رمادي يعني وكده. فانا لو ان شاء الله هعمل في المستقبل الركن او الانتريه اللي هعملهم في الريسبشن لونهم رمادي، فحاساها ممكن تبقى رايقه عليهم. بس انا برضو مش عايزه ان يبقوا الاتنين رمادي، فهتحس ان ايه، ان الرمادي كتير. فبرضو يعني انا دي هتريث فيها شويه يعني ايه، هفكر فيها شويه كده هعمل فيها ايه. بس اللي انا خلاص اقتنعت ان انا هعمله، ان انا ان شاء الله باذن الله الجزمه هبيضها ابيض، والانتريه هعمله ابيض. تمام. فقولي لي بقى، بصوا بقى كده الركنه بقى اتحطت واتفرشت. بصوا بقى فرق بين الشلل بتاع الركنه والشلل بتاعه البوفات عامله ازاي، شايفين الدرجه دي اللي هي مهما تتغسل مش عايزه اللي هي تبقى تنضف قوي يعني. بصوا بقى هنا في عمود كده حاطط هنا المكنسه مؤقتا. يعني بالنسبه لي المكنسه والديب فريزر محطوطين في الاوضه دي مؤقتا لحد ان شاء الله ما نقولهم في اوضه الخدمات في بلكونه الخدمات. بلكونه الخدمات مش مدخلاهم ليه دلوقتي، ليه بقى؟ علشان بلكونه الخدمات انا قفلتها حديد، لكن لسه ما قفلتهاش اللي هو الفايبر اللي هو ايه، بيقفل خالص الهواء وبيقفل لا قدر الله مثلا مفيش حشرات تخش، فار يخش او حاجه تخش. فانا اخاف ان انا احط ال اسمه ايه الديب فريزر، واحط مثلا المكنسه مثلا جوه او حاجه، ويجي مثلا فار يقرقط سلك، يقرقط لي حاجه، يبوظ لي حاجه. فقلت لا، خليهم موجودين معايا جوه في الاوضه لحد ما ان شاء الله اجيب بقى اللي هو الفايبر دوت واجلد الحديد فايبر اسمه دوت، واظبط الدنيا. انا مش عايزه اجلد الفايبر ليه دلوقتي، لان هم قالوا برضو ان هم لما يجي يعملوا السباكه هيدخلوا مواسير من البلكونه ديت. وبيقولوا برضو ان بتوع الغاز مش ما بيبقاش موافقين ان هو المكان ده يتجلد، عشان خاطر يعني ايه، لو قدر الله حصل تسريب غاز او حصل حاجه من السخان، يبقى فيه تهويه، يا اما اعمل تهويه يعني. فانا ان شاء الله قلت اسيبهم بس هم الاول يجي يركبوا الغاز بتاعهم، وبعد كده بقى افتح هوايه واجلد بقى المكان كله، وادخل بقى فيه ايه الديب فريزر والمكنسه. تمام. قولي لي برضو ايه رايكم في الركنه لما اتحطت كده، يعني نحط بوفين تحت التلفزيون وبوفين الناحيه التانية. عايزه اقول لكم التلفزيون اللي حاطاه دوت، الشاشه ديت، الشاشه دي مثلا تقريبا ما تكملش تقريبا، مش عارفه 28 بوصه، يعني هي صغيره خالص. دي كنت انا متجوزه ب3 شاشات، كنت حاطه شاشه الصغيره دي في اوضتي، وشاشه 32 في اوضه الاطفال، و32 في اوضه في الصاله. فعيالي بقى ربنا يبارك لي فيهم يعني كسروا منهم واحده، يعني خبط واحده فيها باللعب يعني فاتشركت واتكسرت خلاص. فبقى معايا 2. فلما جيت بقى هنا قلت هحط الواحده 32 في الريسبشن، واحط اللي هي الصغيره خالص دي
في اللي هي في اوضه الليفنج يعني نبقى قاعدين يعني ايه، لو هي اطفال العيله هيقعدوا مثلا ايه يتفرجوا على كرتون اطفال، مثلا نسمع عليها حاجه، نشغل قران، نشغل حاجه تبقى موجوده دي مؤقتا برضو لحد ان شاء الله ما اجيب بقى لما اجيب لي الصاله بقى واحده كبيره ان شاء الله 50 مثلا بوصه، وادخل الصغيره دي في اوضه الاطفال وال 32 ادخلها في الليفينج، يعني بالترتيب كده ايه ارجعهم يعني كل واحد ايه حاجه مكانها، يعني يكونوا حتى كبروا شويه وعقلوا ومش يعني ما يكسروليش يعني ايه في الشاشات وكده. فبرضه قولي لي ايه رايكم في النظام يعني. حاسه برضو ان هو موسع، يعني عايزه اقول لكم لما جربت الانتريه ودخلته هنا في الليفينج، حاسه عايزه اقول لكم كان مضايق الدنيا جدا، كان كنبه وكرسي في الوش وتلات كراسي على الجنب، كان في ممر صغير جدا بتمشوا فيه كده ايه في النص. فبصراحه حسيت ان هو يعني بلع الاوضه، مش اكل الاوضه بس، يعني بلعها حرفيا يعني. فحاسه النظام دوت يعني بحس ان الركنه بتوسع والله، يعني بحس ان هي بتاخد زاويه كده وبتسيب لك بقيه الاوضه، او بتسيب لك كده بقيه الزاويه التانية فاضيه. فبرضه قولوا لي ايه رأيكم برضه في المنظر النهائي، برضه قولوا لي برضه كحل مؤقت. شوية كده مثلا شهر ولا حاجة، واطلع الركنة دي مثلا بره في الصالة، وادخل الانتريه برضه هنا، يعني كتغيير للعين. فمش عارفة برضه يعني ايه، انا هحاول بإذن الله يعني ايه اشوف حل سريع لحوار الانتريه اللي مش عاجبني دوت. يعني احنا هنبيضه الاول وهشوف الدنيا تبقى عامله ايه، متقبلاه ومش متقبلاه. يعني انا يعني هحاول ان انا بس اظبط فيه ان انا يبقى مريح للعين الكام شهر اللي هو قاعد اللي هم قاعد معايا فيهم، يعني فاهمين قصدي. وان شاء الله بعديها بقى يعني ان شاء الله نتخلص منه على خير بقى باذن الله، ونجيب بقى جديد باذن الله ان شاء الله، يعني ايه تبقى. يعني انا في دماغي كده ركن رصاصي مع سجاده كده تكون قيمه مع ستاير بيضه. فمش عارفه بقى انتوا يعني ان شاء الله ما تتحقق على خير باذن الله تبقى كويسه. بصوا بقى هنا قصدي بقى بقول لكم بقى ايه، بصوا هجمع لكم الاضاءه عشان تشوفوا على المنظر الطبيعي، تحس ان يعني هو لو في بقعه هي بتروح، بس التبطيشه بقى بتروح في كلها، يعني بصوا تحس ان هي كلها يعني كلها حاجه واحده مبطشه، يعني كلها ايه، انا مش عارفه ليه من الميه اللي هي مصفرة دي. فاهمين قصدي. فلو حد عنده طريقه او عنده يعني حاجه بيعرف يعمل بيها، او يقول لي مثلا بيغسلوه ازاي وبينضف ازاي. تمام فاهمين قصدي. فبصوا بقى عايزه اقول لكم بقى النظام كده بصراحه يعني عجبني. ان شاء الله بقى ناويه برضو الم السلوك ديت والتليفونات والحاجات دي كلها، يعني المها برضو من هنا، او احط مثلا رف تحت التلفزيون مثلا عشان ياخد الحاجات ديت. فبرضو قولوا لي بقى ايه رايكم فيها، وان شاء الله باذن الله تعجبكم. ده كده الباب اول ما بنخش الباب كده، حاطه على طول على ايدكم الشمال الديب فريزر. تمام. من بعد بقى الديب فريزر انا حطيت الركنه يعني زي زاويه كده. الزاويه دي بقى ايه، انا يعني الركنه عندي ما شاء الله قصيره صغننه يعني شويه، فانا مكملاها بالبوفين دول. تمام. يعني عشان ازود الركنه ديت، عايزه احط هنا يعني اعمل حته كمان قيمه مثلا متر، يعني دي متر بس انا عايزه مثلا نعملها متر و30 مثلا او حاجه، او ازودها يعني، لان كمان في المستقبل الديب فريزر مش هيبقى موجود هنا، هيخش البلكونه بتاعت الخدمات، فانا عايزه ايه اكبرها الحته ديت. فاهمين قصدي. فانا حاططها بالطريقه ديت يعني، وحطيت هنا البوفين التانيين تحت التلفزيون. وانا بقى لسه عايزه يعني اشوف مثلا يعني جوزي اللي يميل الكابلات والراوتر والحاجات دي كلها كده ويلمها لي في حاجه يعني، بس لسه هظبطها يعني. وحطيت في الجنب هنا كده مكنسه، يعني قلت مكانها هنا حلو. فقولي برضو ايه رايكم. حطيت السجاده الصغيره دي هنا كده. قولوا لي بقى ايه رايكم في الشكل النهائي، ويا رب يكون المنظر يعني حلو كده وبسيط على عينيكم، ويكون يعني ايه يعني تحسوا ان هي فيها، انا بالنسبه لي هي مريحه نفسيا يعني. فبقى اللي وصل معايا لحد اخر الفيديو يشجعوني بقى بلايك واشتراك ان شاء الله عشان نكمل ونجدد بقى الشقه ان شاء الله باذن الله مع بعضينا، كل حاجه نعملها مع بعضينا ان شاء الله. يلا وشوفوا فيديو جديد ومع السلامه.